كل الناس بتحب البحر طبعا، بس أنا بخاف منه قوي. بالنسبة ليا رهبة قوية جدا، لدرجة إني ساعات بتحاشى النظر ليه، وبحس كتير إن البحر ليه لغة خاصة بيه. لما بيكون غضبان بيبان، ولما بيكون مزاجه هادي برضه بيبان، ولما بيكون حزين بيبان، لدرجة إنك ممكن تسمع صوت الموج بكا ودموع. عالم أزرق غامض مليان أسرار وأحلام وأرواح. المفروض إني كنت هبقى واحد من ضمن الأرواح اللي البحر دفنها فيه، بس ده ما حصلش. معرفش لغاية دلوقتي ده سوء حظ ولا حسن حظ. أنا اسمي مروان، اتولدت في السعودية وعشت هناك أول 9 سنين من عمري. أنا مواليد 1982. اللي فاكره إن كان ليا أب وأم زي كل الناس، وكان عندي 3 اخوات غيري. اللي فاكره إننا كنا ساكنين في بيت كبير بجنينة، فاكر منه حاجات بسيطة. فجأة أمي وأبويا قرروا إننا ننزل مصر نهاية السنة، مصر اللي عمري ما رحتها ولا شفتها، كنت بسمع عنها منهم بس. اللي فاكره إننا كنا أسرة سعيدة، وبرضه اللي فاكره إن كل ده انتهى. مع أول ديسمبر 1991 بدأنا التجهيز للرحلة. فاكر كويس البيت وهو مليان حاجات، هدايا لأهلنا في مصر. دي الجملة اللي فاكرها من أمي. وكنا نازلين بالعربية بتاعتنا اللي بحبها، وقبل السفر بيوم كنا متحمسين وفرحانين جدا، لدرجة إننا تقريبا ما نمناش. أنا حاسس إني لسه فاكر إخواتي وهم بيتخانقوا عشان ياخدوا لعبهم كلها معاهم، وجي يوم السفر. وركبنا العبارة. 15 ديسمبر 1991 كنت نايم في الكابينة بتاعتنا في العبارة. كنا بالليل، كان معايا أمي وأخواتي. بابا ما كانش معانا، أو يمكن كان معانا، مش فاكر. اللي فاكره كويس إننا سمعنا صوت الناس بتجري وبتصرخ برا. صوت الصريخ كان لا يحتمل. أمي حضنتنا قوي، وبعدين فتحت باب الكابينة وقالت لنا امسكوا في ايد بعض كويس، محدش يسيب ايد التاني. ومسكنا كلنا ايد بعض فعلا وطلعنا. بعد شوية من كتر الزحمة ايدينا فلتت، محدش فينا بقى لاقي التاني. كل الناس بتجري في كل اتجاه. صوت الصريخ والزعيق كان عالي قوي، سواء من الناس اللي على ظهر العبارة او من تحت من ناحية الكباين. كان في ناس محبوسة مش عارفة تخرج. فضلت واقف بعيط، مش لاقي امي او حد من اخواتي او ابويا حتى. الناس كانت بتزقني، الناس كلها كانت بتعيط. على ظهر العبارة كانوا بيضربوا بعض على شبكة النجاة. وفي خلال دقايق المية كانت طالعة من ناحية الكباين، يعني الكباين غرقت بالناس اللي فيها، والعبارة ملت على جنبها وبدأت تنزل في المية. أنا مسكت في عمود كان جنبي. العبارة وهي بتنزل كانت روحي بتتسحب معاها. المية كان لونها اسود قوي، كأن العبارة نازلة في بير ملوش قرار. كانت نازلة بسرعة. الدنيا كانت برد، وإيدي ثابت ووقعت في المية. للحظة حسيت إن قلبي كان هيقف من المية. المية كانت تلج. أنا كنت بعرف أعوم رغم إن عمري كان 9 سنين، بس مش في البرد ده. شهقت لدرجة إن صدري وجعني. شفت المنظر اللي عمري ما هنساه عمري كله. منظر العبارة وهي نازلة في المية وبتختفي تحتها، كأن البحر بيبلعها. منظر السفينة الضخمة اللي ما كناش بنشوفها غير في الأفلام، وعمر ما يجي في بالك إن حاجة بالحجم ده ممكن تغرق، وفجأة تشوفها بتختفي من الوجود كله جوه البحر. غرقت العبارة. أنا ما بحبش البحر. فضلت أرفص في المية شوية لحد ما لقيت حاجة عايمة على المية. قمت لحد عندها. كنت تعبان قوي وعايزة أمسك في أي حاجة. لما وصلت لقيته جاكيت نجاة. بعد للجاكيت لقيت جواه راجل كبير في السن، كان عايش بس تقريبا خلاص بيطلع في الروح. بصلي بصة طويلة قوي
وبعدها طلع ايده من المية وقلع سلسلة من رقبته ولبسها لي. مسكني من دراعي وبص في عينيا جامد وطبطب على السلسلة اللي علقها في رقبتي وابتسم، وراسه وقعت في المية، مات. لسه كنت هحاول افك الجاكيت من عليه، انا خلاص كنت هتجمد، مش قادر اعوم تاني ولا احرك اي حاجة في جسمي. سمعت الناس اللي عايمة على المية بيصرخوا، وناس منهم كانت بدأت تتشد تحت المية. اللي فهمته ان سمك القرش هجم علينا. فكيت الجاكيت من على الراجل بسرعة، مفيش ثواني كان البحر بلعه هو كمان، كأنك رميت طوبة في المية، ولبست الجاكيت. قعدت ابص حواليا، لقيت بالصدفة حاجة مربعة عايمة على المية. عمت لحد عندها وجمعت كل قوتي عشان اطلع فوقها لحد ما نجحت. وفي نفس الثانية كانت في ست جنبي اتخطفت تحت المية، اترميت على الخشبة اللي كانت عايمة، وبعدها بدأت تظهر أشلاء عايمة على وش المية. أنا نمت، أيوة، من التعب نمت، من الشد العصبي نمت، من البرد نمت. لما صحيت كانت الدنيا بدأت تنور. أثار المجزرة اللي دارت امبارح عايمة على وش المية. كان في ايد عايمة عمالة تخبط في الخشبة اللي كنت نايم عليها. دورت وشي بعيد عنها، بس ده كان في ناس لسه عايشة، أو متهيألي لسه عايشين. كانت في ناس سليمة مش متقطعة. الانتظار صعب، لأ ده صعب قوي. الوقت كان بيعدي سنين، أو ما كانش بيعدي خالص. أنا حاسس إني فعلا قضيت سنين من عمري على الخشبة دي. معقولة يكونوا معرفوش إن في عبارة غرقت أصلا؟ معقولة يكونوا قالوا العبارة غرقت باللي فيها خلاص ومحدش هيجي؟ حطيت راسي على الخشبة تاني، كنت بدأت أشوف حاجات غريبة. حسيت إني شايف الجنة. إيه اللي هناك ده؟ دي اللعبة بتاعت أخويا الصغير اللي كان بيتخانق مع ماما عليها عشان ياخدها معاه. اللعبة عامت وهو لأ، اللعبة طلعت سليمة وهو لأ. نزلت من على الخشبة، عمت لحد اللعبة وجبتها وطلعت تاني على الخشبة. لقيت نفسي بعيط وانا واخد اللعبة في حضني، بعيط جامد وبصرخ. ليه ما خدتونيش معاكم؟ ليه سبتوني لوحدي؟ انا معايا لعبتك يا عمر، معايا لعبتك يا حبيبي، اجيبها واجيلك ازاي؟ يا ماما تعالي خديني، انا خايف. خدتي اخواتي وسبتيني ليه يا ماما؟ انا كنت بصرخ بانهيار، بصرخ لحد ما فقت على صوت لتشات الانقاذ وهي جايه وبتنادي بالميكروفونات. فقت وانا حاضن لعبة عمر اخويا الصغير ودموعي نازلة عليها. ما بقيتش عارف انا اللي كنت بعيط ولا اللعبة هي اللي كانت بتعيط. وانقذوني، بس هما كده فعلا انقذوني ليه وسابوهم يروحوا؟ انقذوني عشان اترمي في الدنيا لوحدي؟ بس كان حظي ان اكون واحد من اللي نجيوا من غرق العبارة سالم اكسبريس. الساعة 11 الكابتن حسن مورو قبطان سالم اكسبريس بيتصل بمينا سفاجة بيعرفهم انه داخل المارينا خلال نص ساعة. عايز سيادة القبطان معاك سالم اكسبريس، انا في طريق دلوقتي للدخول. الساعة 11:05 بيتصل الكابتن حسن مورو تاني بمينا سفاجة نداء استغاثة ان السفينة بتغرق. نقلوني من اللانشون لعربية الإسعاف للمستشفى. كل ده ولعبة عمر في إيدي. ما سبتهاش حتى وأنا قاعد في دار الأيتام اللي ودوني ليها لما ما استدلوش على أي حد من أهلي اللي في مصر. ما سبتهاش من إيدي ولا وأنا باكل ولا وأنا نايم ولا لما ودوني المدرسة. كنت باخدها معايا في الشنطة ومش بوريها لحد. كانت آخر حاجة بقيالي من أهلي، الحاجة الوحيدة اللي لسه فيها ريحتهم، الحاجة الوحيدة اللي لسه لما بشوفها بفتكر عمر
وهو بيلعب بيها، واحنا لما كنا نحب نغيظه ونلعب معاه ونخطفها منه ونجري وهو يجري ورانا يعيط، وماما تزعق لنا كلنا وتاخدها مننا وتديها له وتحضنه عشان يسكت ويبطل عياط. هو كان بيبطل عياط على طول بمجرد ما ماما تحضنه، اصل حضنها كان حلو قوي، كانت حنينة قوي، وكانت بتقولي انها هي اللي اختارت اسمي. وحشوني قوي. عشان الوقت مفيش اسرع منه، السنين جريت وانا كبرت وبقيت من احسن واشهر الغطاسين في البحر الاحمر، البحر اللي خد مني اغلى ما ليا. قررت ادخل فيه بمزاجي واعرف كل اسراره. كان نفسي احس اني اقوى منه ومن الرهبة اللي بيعملها جوايا كل ما اشوفه، بس فعلا البحر ملوش كبير. عرفت احوش واجيب شقة صغيرة، متجوزتش، عايش لوحدي، مش حاسس ان في واحدة ممكن تستحملني، وكمان مش عايز يبقى عندي زوجة وعيال، مش عايزة اعلق حياتي بحد تاني. وبرغم اني قدام الناس دايما ببان الشخصية المرحة المنطلقة، لكن بيني وبين نفسي لما برجع البيت جوايا جرح عمره ما هيتداوى. لعبة عمر عملت لها ركن خاص في الشقة، اما السلسلة اللي الراجل اللي كان سبب نجاتي اداهالي فضلت معلقها في رقبتي. معرفش ليه عمر ما جاتلي الجرأة اني اقلعها. السلسلة كانت زي الدبارة متعلق فيها دايرة كبيرة فضة وعليها نقوش غريبة. رحت مرة لواحد من اللي بيفهموا في الآثار واللغات القديمة لما كنت في رحلة للأقصر، بس برضو ما فهمش ايه اللي كان مكتوب عليها، بس مش عارف ليه اتعلقت بيها هي كمان. والحياة مشيت. كنت ساعات بحب انزل اقعد على البحر بالليل انا وهو بس. شعوري ناحيته كان غريب، بحبه بس بكرهه، برتاح وانا فيه بس غضبان منه، بهدى وانا قدامه بس زعلان منه. كنت ببقى قاعد قدامه ساكت، باصص له ساكت. ساعات كان بيبقى نفسي اصرخ بأعلى صوتي واقوله انا بتحداك ومش خايف منك، وساعات كنت بعتب عليه وابكي في هدوء ليه ما خدتنيش معاهم. اوقات كنت بحس انه بيطبطب عليا ويقولي معلش غصب عني، واوقات تانية كنت احس انه بيبصلي بسخرية زي اللي بيتفرج عليا وعلى احوالي. عدت الايام بيا لغاية ما جه اليوم اللي ما عملتش حسابه. قرروا يعملوا رحلة استكشافية للعبارة الغرقانة سالم عشان يقرروا ممكن يستعملوها في السياحة ولا لأ. اختاروا أحسن الغطاسين وطبعا كنت واحد من الطقم اللي هينزل. أول ما سمعت الخبر معرفتش أنطق، حسيت إن لساني اتشل. أنا أنا أروح تاني للعبارة؟ أنا أروح برجلي للعبارة اللي كانت السبب في موتي بالبطيء؟ بس القرار ما كانش بتاعي للأسف، وتحدد اليوم. رحنا المينا. طبعا أنا ما نمتش من قبلها بيوم، بس حجم التوتر اللي كان فيا يفوق بلد. باقي الطقم كان ما بين متحمس لخايف. احنا أول ناس هندخل العبارة من ساعة ما غرقت. أنا كنت حاسس بإيه؟ كنت ضايع، كنت برتعش، كنت بتهته في كلامي لو اتكلمت. كنت عامل زي الطفل الصغير اللي هيحطوه وجها لوجه مع السفاح اللي قتل عيلته كلها. خليط غريب من الخوف والغضب والحنين. أيوة، الحنين لآخر مكان شفت فيه أهلي، آخر مكان جمعنا مع بعض. ركبنا اللانش وطلعنا بيه في اتجاهنا الموقع العبارة. ما كنتش سامع صوت حد من الطقم، كنت سامع صوت ضربات قلبي اللي عمالة تزيد وتعلى كل ما قربنا أكتر. حطيت ايدي على ودني، مش مستحمل الصوت، مش مستحمل نفسي. اللانش بدأ يهدي عشان يستعد للوقوف.
قلبي من سرعة نبضاته كنت حاسه هينفجر، ووقف اللانش. بدأنا نظبط أجهزة الاتصال والتصوير وأنابيب الأكسجين، وبدأنا ننزل واحد ورا التاني، قاعدين على طرف اللانش وبنقلب نفسنا لورا واحد ورا التاني. وجيت دور عليا، جسمي كله حتى شفايفي كانت بترتعش، ونزلت. غطسنا لحد قرب القاع وبدأنا نعوم للعبارة. شفتها من بعيد، كئيبة مهيبة مرعبة. الطقم كله وقف، كلهم خايفين وليهم أسبابهم، بس أنا كنت بموت وبرضه ليا أسبابي. التعليمات كانت إننا ننزل على سطح العبارة في البداية، وطبعا كلنا مركبين كاميرات لأن بعد كده هنتفرق، وكل واحد مهمته إنه يفحص قطاع منها. نزلنا على سطح العبارة، والقائد شاور لكل واحد فينا عشان يبدأ تنفيذ المهمة بتاعته، واتفرقنا وكل واحد من الطاقم عام في اتجاه. أنا وقفت شوية وبدأت أعوم. رحت عند السور اللي كنت واقف عنده لما السفينة بدأت تنزل في المية. رحت عند الحتة بتاعت العمود ووصلت للسلم اللي بيوصل للكباين. أنا بنزل عليه بشويش، بس اللي كنت شايفه شكلي وأنا بطلع عليه بسرعة، وكنت ماسك في إيد أمي وأخواتي. وصلت للدرجة الأخيرة. الدرجة دي وأنا بجري مع أمي كنت هقع منها، لأن من كتر الزحمة والناس بتطلع وقتها ما شفتش السلم، بس أمي مسكتني. أنا دلوقتي في ممر الكباين، مش قادر أحرك رجلي، مش قادر أمشي. إحنا الكابينة بتاعتنا كانت الرابعة على اليمين. عيني جت عليها. هو أنا بعيط ولا المية دخلت جوه الماسك؟ مشيت في الممر. المفروض إني أدخل كل كابينة. روح الحزن في المكان كله. فتحت باب أول كابينة، مكسرة كئيبة ضلمة، في هدوم وحاجات مرمية على الأرض. وطيت وقعدت أقلب في الحاجة مش عارف ليه. مرة واحدة باب الدولاب اتفتح وحاجة كبيرة سودة طلعت منه بسرعة وخرجت من شباك الكابينة المكسور. أنا من الخضة اترميت لورا والكشاف اللي في إيدي وقع مني، بس غصب عني الحركة في المية بطيئة لدرجة إنها كانت خلاص هتخبط في وشي. كانت تقريبا سمكة وأنا أزعجتها بالنور والحركة. هي كمان كانت خايفة زيي. وأنا بجيب الكشاف لاحظت إن في حاجة منورة تحت البدلة اللي أنا لابسها. كانت السلسلة اللي الراجل اداهالي زمان في اليوم المشؤوم. دخلت إيدي وطلعتها، فعلا كانت منورة بنور أزرق غريب. النور بتاعها بيقوى ويضعف. سبتها وجبت الكشاف وشفت الكابينة بسرعة وطلعت. دخلت اللي بعدها واللي بعدها. المناظر مش بتتغير، نفس الكآبة والحزن، بس السلسلة كان نورها بيقوى أكتر. وجيت دور على الكابينة الوحيدة اللي كنت خايف منها، الكابينة الرابعة ناحية اليمين. دخلت. كنت خايف أمسك أي حاجة فيها. شنطتنا موجودة، وباب الكابينة اتقفل عليا بسرعة غريبة ما تدلش إننا تحت المية أصلا. السلسلة النور بتاعها بقى أحمر. لقيت حاجة في المية زقتني على السرير، والمشهد اتبدل في لحظة. المية اختفت. أنا كنت قاعدة على السرير، الكابينة منورة، وأمي ومعاها 4 أولاد صغيرة. شفتني أنا وأخواتي وعمر وهو قاعد بيلعب بلعبته اللي مش بيسيبها. ماما كانت قاعدة بتفصل في خناقة بين أخواتي التانيين، وشفتني كنت بعيط. لا لحظة، أنا ما كنتش بعيط يومها. ومرة واحدة سمعت صوت ناس كتير بتصرخ بره. بصيت على الباب ورجعت بصيت لهم، لقيتهم كلهم باصين لي وعينيهم بيضة تماما ونازل منها دم. حطيت ايدي على بقي عشان مصرخش. لقيت امي جريت عليا بسرعة. صرخت ورجعت لورا في السرير مش عايزة تلمسني، بس هي ما كانتش جايالي،
كانت بتمسك ايد اخويا عمر اللي مرضيش يسيب لعبته، وقالت لنا محدش يسيب ايد التاني. كان شكلهم رجع طبيعي، وخدت ال4 أطفال في ايديها وطلعت. الناس زحمة، كله بيجري، المية كانت بدأت تبقى في الأرض. شفتني وانا بتكعبل على السلم وأمي بتسندني. أمي طلعتنا فوق الأول، وإيد شدتها في كابينة من الكباين والباب اتقفل عليها. هنا الدنيا ضلمت تاني، ولقيت نفسي واقف في الممر اللي بين الكباين الغرقانة لوحدي. ايه ده؟ مين اللي شدها؟ عشان كده لما طلعنا ما كانتش معانا. بس انا لما طلعت ما شفتش اي حد منهم، انا اللي كنت طالع اول واحد وهم كانوا ورايا. وبعدين مين اللي شدها اصلا؟ جريت على الكابينة اللي شفتها اتشدت فيها، وبفتح الباب بس الباب مش عايز يفتح. فضلت ازق فيه لحد ما فجأة اتفتح بسرعة لوحده، ومن قوة النور اللي ظهر في وشي حطيت ايدي على عينيا. المشهد كان متبدل تاني، برضو الكابينة منورة والمية اختفت، بس ما كانش فيها حد، كانت فاضية. دورت في كل حتة فيها ما لقيتش غير دبلة فضة كانت محطوطة في وسط السرير بتلمع. بقلب في الدبلة لقيت اسم منى محفور عليها، ده اسم أمي، يبقى دي دبلة بابا. ومسكت الدبلة في ايدي ومشيت عشان اطلع من الكابينة. لسه بفتح الباب سمعت صوت واحدة بتتكلم. لفيت بسرعة وكان المشهد، لقيت واحدة قاعدة على السرير وعمالة بتزعق لواحد جنبها، بس الإضاءة ما كانتش مبينة وشه قوي، وعمالة تقوله انت لو بتحبني بجد كنت اتجوزتني، انا زهقت واتخنقت من العيشة في الضلمة. وبعدين هو قرب منها ومسكها من كتفها، وشه طلع للنور، ده ابويا. انا حسيت الدنيا ضارب بيا. بابا قال لها انه مش بيطيق امي، وانه كذا مرة يأكد لها ده، واكتر من مرة حاول يتخلص منها وما عرفش. ولولا الفلوس اللي هي بتدفعها له في البيت بتاعه كان طلقها من زمان ورماها هي وعيالها، وخلص من قرفها وعيشتها. بس هو نفسه يورثها مش يطلقها، حتى انه مش طايق يلبس الدبلة اللي عليها اسمها. وراح قلع الدبلة وحطها على السرير. هي راحت ماسكة الدبلة وبصولي هما الاتنين، وعينيهم برضو كانت بيضة، وحدفت لي الدبلة وضحكت. حركة لا إرادية مني بسرعة، حاولت أمسك الدبلة ورميت نفسي في اتجاهها. لقيتني عايم في المية والكابينة ضلمة وغرقانة زي ما كانت. بس ايدي كانت قافلة على الدبلة اللي عليها اسم أمي لما خدتها وهي محطوطة على السرير. أنا سبت نفسي للمية لغاية ما نمت على أرضية الكابينة. أنا مش قادرة استوعب حاجة، حاسة إن دماغي واقفة. بس النور نور تاني. أنا كنت نايمة على الأرض مكاني. صوت صريخ جامد جاي من بره الكابينة، صوت ناس بتجري. بابا قام من على السرير وجاي ناحية الباب. أنا بسرعة قمت من مكاني وبعدت عن الباب. بابا فتح الباب بشويش وكان بيبص منه، وبعدين بص للست اللي معاه وقال لها فرصتنا جت. مفيش ثواني ولقيته بسرعة طلع ايديه من الباب ودخلت بأمي ورماها جوه الكابينة. أمي وقعت على الأرض، هي بصاله مش فاهمة ايه اللي هو بيعمله. انت اتجننت؟ المركب بتغرق، اوعى من طريقي، خليني اطلع لولادي. بس هو وقف قدام الباب مش عايزة تطلع. أسيبك تطلعي ايه؟ دي فرصتي وجت لحد عندي. انت اكيد اتجننت. وبعدين بصت جنبها شافت الست اللي كانت قاعدة على السرير. هي الحكاية كده بقى، وما لقيتش غير دي اللي تخوني معاها. الست دي أحسن منك ومن 10 زيك. وهجم على أمي وكان بيخنقها. غصب عني لقيت نفسي اتحركت عشان انقذها من ايده، وقمت بسرعة لقيت حاجة شدتني من رقبتي وحدفتني لورا. كانت السلسلة اللي معرفتش غير دلوقتي انها بقت شبه الجنزير، مش سلسلة عادية. ماما كانت بتصوت والناس بره بتصوت. المية كانت بدأت تدخل من باب الكابينة وتغرق الأرض. الست اللي كانت قاعدة قامت عشان تساعد بابا في انه يموت أمي. الست وهي قايمة بسرعة اتكعبلت ووقعت عليه. وأمي بسرعة راحت ماسكة سكينة من على الأرض وغرزتها في رقبته،
وقعدت تزحف بظهرها بسرعة عشان تبعد عنه وهي بترتعش. الدم كان طالع من رقبته زي النافورة. الست اللي كانت قايمة تساعده يموت أمي بسرعة شدت من جنبها شال تقريبا وراحت لفاه على رقبة بابا عشان تخنقه. انتي مالك خايفة وبترتعشي ليه؟ قالوا هو اللي مدخلك بنفسه. في كل الأحوال المنوم كان هيعمل مفعول معاه كمان ربع ساعة بالكتير. وكويس انك افتكرتي مكان السكينة اللي كنا متفقين عليها وتصرفتي. احنا مش قلنا يا منى تغريزي السكينة لحد اخرها في رقبته عشان نخلص؟ وفضلت خنقاه لحد ما طلع في الروح. ماما ساكتة وبتعيط. يلا يا منى يلا بسرعة هاتي الحاجات اللي في الكابينة بتاعتك وتعالي نطلع نشوف العيال. ماما قامت من مكانها وجريت بره الكابينة. الست طلعت شنطة من الدولاب واضح انها تقيلة وحطتها على الكرسي وفتحتها. كان فيها دهب بس. المية كانت وصلت لحد ركبنا بس هي كانت كأنها مش شايفة المية. فاتحة الشنطة وبتتفرج على اللي فيها. شقة عمري أنا ومنى. والمغفل كان فاكر إنه بيستغفلنا وكان فاكرنا بندفع له في بيته. كان عايز يورثنا. أدينا احنا اللي هنورثه. ماما جت وكان معاها شنطة شبه الشنطة اللي مع الست وقالت لها يلا بسرعة عشان العيال. خدوا الشنطتين وطلعوا الاتنين من الكابينة وضلمة تاني. أنا دماغي كانت هتنفجر. هي دي هلاوس ولا ده اللي حصل فعلا؟ مين فيهم ظالم ومين مظلوم؟ طلعت من الكابينة مش عارفة أعمل ايه ولا أروح فين. تايه. لقيت السلسلة عايمة قدامي كأنها بتشدني لاتجاه معين. عمت معاها بين الكباين لحد ما وصلت عند كابينة معينة ولونها بقى أحمر قوي. فتحت الباب ودخلت. كابينة عادية كئيبة زي باقي الكباين. وبعدين النور نور والمية اختفت والباب اتقفل زي اللي حصل قبل كده. لقيت راجل قاعد على الكرسي وحاطط ايده على راسه. فضلت بصيت له وانا مش فاهم حاجة. مين ده؟ صوت الناس بيصرخ بره والمية بتدخل الكابينة من تحت الباب. الباب اتفتح مرة واحدة ولقيت أمي داخلة عليه وهي بتجري. شفت زي ما قلتلك سعد كان عايز يقتلني وكان بيدبر لده. أنا بكرهه. ربنا لا يسامحه ولا يغفر له. المهم نفذي اللي اتفقنا عليه. طبعا احنا كان اتفقنا اننا نقتله ونرميه في البحر بس هو اللي بدأ لما عرف ان المركب بتغرق وكان عايزني ابقى من ضمن اللي هيموتوا. بس حتى لو هموت كفاية عندي اني فشيت غلي منه وقتلته بإيدي وهو مرمي دلوقتي في كابينة هند. حضنها جامد وقال لها طب يلا بسرعة عشان العيال. وجريوا الاتنين برا الكابينة. طلعت وراهم. هو جري مع الناس وطلع وهي جريت دخلت الكابينة اللي كانت فيها الست اللي عرفت ان اسمها هند. جريت ورا الراجل بسرعة لقيتني عايم والدنيا ضلمة تاني. انا مش فاكر حاجة عن علاقة امي وابويا بس اللي فاكره انها كانت عادية مش مستحيلة يعني. مش لدرجة الحاجات اللي بتحصل دي. انا كنت بجد بنهار. كنت واقف مكاني مش بتحرك بس السلسلة اتحركت تاني. مشيت معاها مستسلم. طلعت على السلم وصلت للسطح والمية اختفت. الدنيا زحمة والناس كلها بتجري وبتصرخ زي المجانين. شفت امي ومعاها هند والراجل اللي كان في الكابينة التانية. لقيت امي ماسكة اخويا الكبير وعمالة تزعق فيه. فين اخواتك؟ انا قلت لكم ما تسيبوش ايد بعض لحد ما اجيلكم. هو كان بيعيط. هند والراجل قالوا لها خليكي هنا واحنا هندور عليهم وسابوا امي واخويا ومعاها الشنطتين. امي كانت بتعيط بانهيار وعمالة تبص حواليها عشان تلاقينا وكانت عمالة تصرخ. ليه يا رب كده؟ كنت خلاص حسيت ان اخيرا خلصت من الظلم اللي كنت عايشة فيه انا وولادي واخيرا حقنا رجع لنا. انا قتلته وبقولها من قلبي ربنا لا يسامحه ولا يغفر له. اخويا كان بيعيط بس قال لها هو مين يا ماما اللي قتلتيه؟ الراجل اللي ساقك الويل انت واخوك
عشان انتوا مش ولاده. الراجل اللي قتل ابوكوا علشان ياخد حقوقكوا وفلوسكوا، واضطريت اتجوزه عشان ارجع حقوقكوا منه، وكان عايز يحرمكوا من امكوا كمان. أخويا كان بيضحك من الفرحة في وسط الدموع، وبعدين قال لها: يا رب خاله وعمته هند يلاقوا اخواتي، يا رب يلاقوهم يا ماما. خاله وعمته؟ ده بجد؟ يعني ده خالي؟ ودي عمة مين بالظبط؟ لا ثواني، انا ازاي ما افتكرتش الموضوع ده دلوقتي؟ انا وعمر اخويا الصغير كان اسم الاب عندنا واحد، لكن اخواتي الكبار كان اسمهم مختلف. ايه ده؟ انا اخواتي دول مش ولاد ابويا. وبعدها المركب مالت على جنبها وبدأت تنزل في البحر بكل اللي عليها، ولقيت نفسي عايم والدنيا ضلمة تاني. السلسلة اتطفت خالص. انا برضو كانت مهمتي خلصت طلعت من المية. كنت في حالة صعبة جدا، ووصلت لللانش وطلعته. اول ما فكيت الحاجات اللي كنت لابسها اترميت على الارض، حتى نفسي باخده بصعوبة. لقيت زمايلي بيبصولي جامد، انا مش فاهم في ايه وبيبصولي كده ليه، بس لما اتملكت نفسي وقمت عرفت. لما نظراتهم ليا كانت ما بين خايفين مني او صعبان عليهم عرفت. لما طلبوا مني ابص في المراية وبصيت عرفت. انا شعري ما كانش فيه ولا شعرة سودا، شعري كله ابيض، كله بمعنى كله. المهم رجعنا، وطبعا كملت باقي اليوم نايم زي القتيل. قمت تاني يوم بعد العصر جسمي كله مكسر. انا مش فاهم لغاية دلوقتي ايه اللي حصل لي وانا تحت. عندي حالة ربكة نفسية مش عارفة اوصفها، حاسس ان في زلزال حصل جوايا. قضيت باقي اليوم في السرير. الساعة جت 12 بالليل، طلعت رحت الحمام، رجعت الأوضة رايحة انام على السرير، لقيت السرير غرقان مية. اللحاف كان كأن حد دلق عليه جراد المية. شديت اللحاف من على السرير، لقيت لعبة عمر نايمة على المخدة والمية عمالة تخرج منها. قربت منها وانا برتعش عشان اشيلها، لقيتها اتحدفت للجنب التاني من السرير. رحت الناحية التانية اشوفها ملقيتهاش، وطيت على الارض وببص تحت السرير بشويش. لقيت عمر، او بالاصح جثة عمر. جثة عمر المتحللة نايمة تحت السرير وحاضن اللعبة وبيضحك وقال لي: شكرا يا مروان انك انقذت اللعبة وسبتني اغرق. صرخت، لقيت نفسي صحيت من النوم على سريري ولعبة عمر نايمة جنبي على السرير. اتنطرت من السرير على الأرض، قعدت أبص حواليا وبص للعبة. هي ايه اللي جابها هنا؟ يمكن بقيت بمشي وانا نايم. يلا، ما هو ده اللي كان ناقصني بجد. سبت الأوضة وسبت اللعبة مكانها وطلعت نمت على الكنبة في الصالة. صحيت الساعة 4 الفجر عطشان جدا. قمت عشان أشرب، لقيت نفسي طرت في الهوا، اتزحلقت ووقعت على ظهري. المية كانت مغرقة الشقة كلها. فضلت قاعد مكاني بقول يا رب أكون بحلم، بس للأسف ما كانش حلم. الشقة غرقت فعلا. حاولت أنشف المية، بس كل ما نشفها الاقي مية زيادة، زي ما يكون المية بتطلع من الأرض. مفيش فايدة. غيرت هدومي المبلولة وقعدت على الكنبة لحد الصبح، وكلمت شركة السباكة تيجي تشوف في ايه الموضوع. لقوا ماسورة مسدودة وماسورة بتسرب وصلحوهم، بس هو في كل الأحوال مفيش حاجة منهم ممكن تبقى السبب في اللي حصل. بعد الناس ما مشيت دخلت أوضتي عشان ألبس. كنت محتاجة أنزل من الشقة، حاسس إني عايز هوا. غيرت هدومي وببص على السرير، لعبة عمر مش موجودة. قعدت أدور عليها وقلبت الدنيا عليها في الأوضة ملقتهاش. خرجت من الأوضة وأنا مخنوق، ولقيتها مكانها في الركن بتاعها في الصالة. وقفت شوية بصص لها، مجرد لعبة بريئة، ونزلت. اتمشيت كتير قوي، سرحان تايه، حاسس ان عقلي مشلول. لقيت نفسي قدام مطعم
معدتي قرصت من الجوع وافتكرت اني ما اكلتش من امبارح. دخلت وقعدت وطلبت اكل. كان قاعد في الترابيزه اللي جنبي عيله من اب وام وولد صغير. الاب والام بيتكلموا مع بعض والولد كان باصص لي قوي ومش بياكل. ضحكت له عشان يضحك، بس هو كان باصص لي بتركيز جامد ومش بيضحك. وفجاه اداني ظهره وفتح شنطه كانت معاه وطلع منها لعبه بالظبط زي بتاعه عمر. رفعها لفوق بايده الاتنين وباصص لي بمنتهى الكره والغل، ولقيته مره واحده بيصرخ وبيجري عليا. الشوكه اللي في ايدي وقعت مني ورجعت بالكرسي لورا، خبطت في الجرسون ووقعت منه صينيه الاكل على الارض. صوت تكسير الاطباق كان زي ما يكون انفجار. الجرسون باصص لي مش فاهم انا عملت كده ليه. بقول له الولد الصغير كان جاي. ولد ايه يا استاذ؟ حضرتك تعبان او حاجه؟ ببص على الترابيزه اللي كانت جنبي، كانت فاضيه ونظيفه زي ما يكون محدش كان قاعد عليها اصلا. بقول له مش كان في ناس قاعده على الترابيزه دي ومعاهم ولد صغير؟ الجرسون بصلي زي اللي صعبانه عليه من شكلي. لا يا استاذ، مفيش حد قاعد على الترابيزه دي. اتفضل حضرتك في ترابيزه تانية عشان انضف الارض هنا وانا هجيب لك حاجتك. ووصلني لترابيزه تانية. انا من الخضه ماشي معاه زي الطفل الصغير، وشويه لقيته جايب حاجتي وبيحطها لي على الترابيزه. ادي الموبايل والنضاره والسجاير والولاعه واللعبه بتاعت حضرتك. بصيت بسرعه على الترابيزه، لقيت لعبه عمر. قمت ومسكت في الجرسون من هدومه وقعدت ازعق واقول له انت عايز تجنني؟ اللعبه دي مش بتاعتي، دي بتاعت الولد اللي كان في الترابيزه اللي جنبي. يا استاذ مفيش حد على الترابيزه اللي كان جنبك، واللعبه دي حضرتك اللي داخل بيها. صوتي عالي. قلت له انت كداب وانا هرفدك من هنا. مدير المطعم جه على الصوت وهداني. اتفضل بس معايا، اتفضل. انا هوري لحضرتك تسجيل الكاميرات عندنا من ساعه ما دخلت المطعم، بس لو سمحت تتعامل بهدوء لان الموضوع مش مستاهل النرفزه دي كلها. دخلني معاه المكتب وشغل تسجيل الكاميرات. شفت نفسي داخل من باب المطعم، قعدت على الترابيزة، قلعت النضارة، طلعت من جيبي الموبايل والسجاير وحطيتهم على الترابيزة، وفتحت الجاكيت وطلعت منه اللعبة حطيتها على الترابيزة. شوية وبصيت لترابيزة فاضية جنبي وضحكت، وبعدها رجعت بالكرسي لوحدي من غير أي سبب وخبطت الجرسون ووقعت الأطباق. هنا كنت اكتفيت وقمت، خدت حاجتي ومشيت. ما كنتش كملت أكلي. وصلت البيت، دخلت غيرت هدومي ونمت على السرير، بس موبايلي رن. لقيت القائد بيكلمني. الو؟ ايوه يا فندم. ايوه يا مروان، انا مش عارف بجد اعمل فيك ايه ولا اقولك ايه. هو انت لسه صغير عشان التصوير بتاعك يطلع بالمنظر ده؟ انا مش فاهم حاجه يا فندم، ايه المشكله بس؟ لو سمحت تجيلي حالا. وقفل الخط. وصلت للقائد، فرغوا الكاميرات. تسجيل الكاميرا بتاعتي كان فاضي. الكاميرا ما اتفتحتش علشان تسجل اصلا. طبعا دفعت عن نفسي وقلت له ان اكيد الفيلم اتبدل، وهنا القائد اتجنن اكتر. هو ايه ده اللي اتبدل؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ كل قطاع الكباين ما تصورش بسببك، والمفروض ان كل ده يبقى جاهز بكرة الصبح. طبعا رديت بالرد المنطقي الوحيد واللي هو كان عايزه. حاضر، انا هنزل دلوقتي وهصور لحضرتك القطاع كله تاني. جهزت نفسي وطلعت على اللانش. تاني مفيش مهرب. القدر بيرسم لي الطريق اللي لازم امشي عليه وانا مجبر، بس المرة دي البحر كان عايزني لوحدي، انا وهو بس. المعركة اللي هو كان مستنيها واختار الساحة بنفسه، مكان هزيمتي الأولى، أنا وهو بس.
وصلنا. خدت نفس كبير ونزلت. كانت باينة من بعيد مستنياني. حسيت للحظة ان العبارة بتضحك عليا وانا راجع لها بنفسي ولوحدي، وانا عايزة اصرخ فيها واكسرها. عايزة مني ايه تاني؟ عمت ورحت لها ونزلت على السطح. شغلت الكاميرا واتأكدت انها بتصور، ورحت عند الكباين. وصلت عند السلم ونزلت. فتحت الكباين واحدة واحدة، حتى الكابينة الرابعة على اليمين بتاعتنا. كان جوايا تحدي رهيب ان لازم اكسر كل الخوف والرهبة اللي جوايا. نفس المناظر الكئيبة بتاعت المرة اللي فاتت، كل حاجة هي. مشيت لآخر الممر وخلصت الكباين ولفيت عشان ارجع. السلسلة اللي في رقبتي نورت. وقفت، ما بقيتش عارف امشي اللحظات. خطوتي اتهزت، ارتبكت، لا خفت. كملت مشي عشان اطلع بره ممر الكباين. وصلت عند السلم وطلعت. اول ما وصلت لسطح العبارة المية اختفت والنور نور. الدنيا زحمة، الناس بتصرخ. شفتني وانا واقف جنب العمود، والمركب ملت على جنبها وبدأت تنزل. الناس بتقع على بعضها في المية. شفت امي وهي ماسكة في اخويا الكبير وبتقع. بعدها شفتني وانا عايم على الخشبة، وشفت عمر وهو بيغرق وبيناديني وبيصرخ عشان انقذه. بس القروش كانت بتقطع في الناس. انا خفت انزل من على الخشبة. طب اعمل ايه؟ ما هو انا كمان طفل. ما قدرتش يا عمر، صدقني يا حبيبي انا خفت. لغاية ما عمر اختفى. المشهد كله اتبدل مرة واحدة، ولقيت نفسي نايمة على السرير جوه الكابينة الغرقانة الرابعة على اليمين بتاعتنا. حوالين السرير واقفين أمي وأبويا وأخواتي متحللين. معظم اللحم واقع من على وشهم في اتجاهي وساكتين. قلبي من سرعة دقاته ما كنتش حاسس بيه. كنت حاسه خلاص وقف وإني مت فعلا. قمت بشويش، الحركة الغبية البطيئة اللي تحت المية. كان المشهد كأنه بالتصوير البطيء. لقيتهم وسعوا ليا مكان عشان أعدي، بس لقيت عمر مدد لي ايده وبيعمل بوشه حركات زي ما يكون بيعيط، وماما بتطبطب عليه وبتبصلي وبتبصله. عملت لهم براسي حاضر. انا كنت فاهم عمر عايز ايه. طلعت من المية وركبت اللانش ورجعت. رجعت الكاميرا للقائد وقلت للي كان سايق اللانش يستناني عشان ارجع له تاني. رحت البيت جبت اللعبة بتاعت عمر من شقتي ورحت بسرعة تاني للبحر ولبست ونزلت. وصلت العبارة اللي بقيت حاسس خلاص انها بقت المكان اللي فيه اهلي. ورحت للكابينة، كانت فاضية، بس انا سبت لعبة عمر على السرير بتاعه. وانا راجع وطالع السلم الدنيا نورت. لقيتهم كلهم واقفين على باب الكابينة وبيضحكولي. لقيت ماما مشيت معايا، طلعت السلم وعلى ظهر العبارة، ومن مكان في جنب العبارة طلعت شنطتين لونهم اسود وادتهم لي. ابتسمت. ما قدرتش امسك نفسي، جريت عليها احضنها. لقيت نفسي عايم تاني في المية السودة الكئيبة، وماما مش موجودة، بس الشنطتين كانوا موجودين. خدتهم، مسكت كل شنطة بإيد وقمت عشان اطلع برا المية. السلسلة اللي في رقبتي اتفكت لوحدها وعمت ناحية السفينة. لقيت نفسي بصيت لها وابتسمت. راحت بيتها هي كمان، راحت لصاحبها. ما كنتش ممكن اتخيل ان انا والبحر نبقى اصحاب كده. يمكن عشان صالحني وخلاني اسلم على اهلي تاني، ولا يمكن عشان المنظر من فوق اليخت بتاعك وانت في عرض البحر بجد يجنن. ياه، قد ايه الوحدة والفقر حاجة صعبة، خدوا من عمري سنين. بس خلاص، اللي جاي كله حلو. بقى عندي فلوس، اهلي رجعوا لي تاني. هو مشوارهم صعب شوية، بس كل شيء يهون عشانه. ودايما بنتقابل مع بعض في الكابينة الرابعة على اليمين
جوه العبارة سالم اكسبريس.